السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هشارك معاكم غدنا النهارده. احنا جبنا كده الفاصوليا الخضراء، قلت هشاركها معاكم. انا بحب كده اقطعها، بشيل الجزء اللي فوق كده بايديا عادي مش بسكينه، بعملها كده. هي دلوقتي موجوده في السوق، ولما تلاقي حاجه في السوق تبقى حلوه ان احنا ناكلها فريش في وقتها وكده. ده اكل الشتاء بقى، يعني كده خلي روايح الشتاء كده تبدا. يا ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا. هبدأ أشيل الأجزاء اللي فوق ده كده، وبعد كده بغسلها، وبعد كده ببدأ أقطعها. بتقطعيها بقى أحجام كبيرة أحجام صغيرة، الحجم اللي انتي عايزاه يعني. بقطعها وسط كده، بس بعملها كل 2 3 مع بعض كده، بحيث انها تتقطع بسهولة. معذرة بقى عشان الصوت اللي جنبي ده، عشان بيعملوا الكوبري اللي جنبنا وكده. بعد ما قطعتها كلها كده، اجيب بقى حلة كده احط فيها شوية زيت، وجبت بصلايه كده قطعتها، وهبدا انزل بالبصله كده زي ما انتم شايفين كده. البصله هنا انا بديها تشويحه بس خلاص، يعني مش بنحمرها، لا احنا بنديها تشويحه انها تصفر كده، واحط عليها شويه من الفلفل، شويه من بهارات اللحمه، خلاص كده وتشوحيها. وبعد كده هقول لكم بعمل ايه. اللي انا بعمله ده بعمله مع كل يعني الحاجات المسبكه. انا مش بحب اقلي جامد يعني عشان بيبقى تقيل على المعده، انا يا دوبك بصفر البصل. يبقى انا كده جبت بصله، حطيت عليها شويه من الفلفل، شويه من بهارات اللحمه، شويه من الكزبره، وشوحها. وبعد كده بقى هنزل بالطماطم. حابه انتي تشوحي الفاصوليا كده مع البصل، تمام. انا مش بشوحها، لا انا بسبك الاول الطماطم، يعني بسيبها تاخد كام غلوه كده، وبعد كده بنزل بالحاجه بقى، سواء كنت بعمل بسله فاصوليا بعملها بنفس الطريقه. الحاجات دي كلها اول ما البصله كده تتدبل بروح نازله بعصير الطماطم اهو. خلاص كده اهو هنزل بالطماطم، هسيب بقى الطماطم كده تاخد كام غلوه ان هي يعني تبدا تتسبك كده. واول ما احس انها داخله على التسبيك، بنزل بالفاصوليا او البسله، اي حاجه بقى بعملها. خلاص كده بصوا الطماطم اهي. هبدا انزل بالفاصوليا. الفاصوليا انا مش بحب تبقى ميتها كتير، فالاول بديها تشويحه كده في الطماطم، وبزودها بقى شويه من الشوربه. يعني انا كده هزودها شوربه. بعد ما عملت كده هشوحها شويه كده، وبعدين هنزل بقى بالشوربه. يعني انا هكملها شوربه. كنت بسلق جنبها شوربه اهي. هبدا احط شوربه، بس انا اكتشفت ان انا الموبايل مش بيصور وانا بحط، يعني كنت قفلت الموبايل. خلاص انا هنا زودتها شوربه، واسيبها بقى تغلي وتطيب. طبعا الشوربه مع الطماطم كله كده مع بعض بيديها طعم حلو جدا. هسيبها بقى تطيب كده، او حطيت لها شوربه عشان بقول لكم ان انا ما كنتش بصور يعني. حطيت لها بقى الشوربه وسبتها تغلي كده تطيب. واول ما تطيب كده تلاقيها بدات تطرى كده، تبداي تقدميها سخنه كده مع رز ابيض. عملت كمان جنبها طبق محشي كده، وهنا بقى الرز اهو. وده شكلها بعد ما طابت، وحمرت لهم الفراخ كده. وبألف هنا، واكل الشتاء كده بيبقى جميل، وتحسي كده بروائح الشتاء كده مع الاكل بيطلع دخان كده، بقى ليه طعم حلو جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامنه، واقول لكم بقى مع السلامة.